السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هنقدم لكم النهارده طريقة عمل بلح الشام في المنزل بطريقة سهلة جدا وبسيطة جدا، إن شاء الله تكون إعجاب حضراتكم. المكونات زي ما حضراتكم شايفين، معانا نص كيلو دقيق، معانا 450 جرام مية، معانا 50 جرام زيت، معانا 25 جرام زبدة، معانا نص معلقة سكر، معانا 5 بيضات، معانا ورقة فانيليا، وده العسل بتاعنا. لازم العسل يكون تقيل. هنبدأ كده بسم الله أهو. نحط الحاجة على النار، ننزل فيها بالمية، ننزل ب 50 جرام زيت، ده كله يغلي مع بعضه على النار. ننزل بالزبدة، نعمل نص معلقة سكر، نعمل نغلي معاها كويس عشان العجينة بتاعتنا تتعجن على النار وهي سخنة ومية بتغلي. طبعا زي ما المكونات غلت هي معانا، المية والزيت السكر بدأ يغلي معانا. نضيف بقى الدقيق، نضيفه كل مرة واحدة كده. عايز تقلب بسرعة تقلبه وهي على النار، عايز تتعجن وهي على النار لازم تكون سخنة. العجينة بتاعتنا تتعجن على النار كده. نشيلها من على النار ونعجنها كويس. نعجنها كويس بالشكل ده. نعجنها بقى عجينة محترمة كده يا جماعة، اهي عجينة كويسة جدا. مية سخنة، عجينها كويس جدا زي ما حضراتكم شايفين يا جماعة. بعد ما عجناها بالشكل ده نفردها كده ونسيبها تبرد شويه. لازم العجينه تبرد تماما عشان نضيف عليها البيض. طبعا بعد ما العجينه بردت تماما هنبدا بقى نكسر عليها البيض. لو في عندنا مضرب سلك او مكنه ممكن نضربها فيها بدل ما العجينه على ايدينا. ممكن نضربها مضرب سلك وننزل بالبيض واحده واحده، بس انا عشان المضرب مش متاح عندي العجينه على ايدي واحده واحده. ننزل بيضه واحده واحده بالشكل ده كده. معانا الفانيليا، كل بيضه رشه فانيليا كده معانا، ونبدا بقى العجينه كلها عجينه محترمه. العجينه بتاعتنا كلها تبقى عجينه يا جماعه. بس المضرب طبعا اسهل جدا، بس عشان المضرب مش موجود هعجن على ايدي زي ما حضرتك شايفين اهو. ننزل بالبيضه واحده واحده، نعجن. اول ما العجينه تشد معانا ننزل بالبيضه اللي بعدها بالشكل ده كده يا جماعه. العجينه تشد معانا ننزل بالبيضه الثانيه برضو نفس النظام ده. رشه الفانيليا الجميله بتاعتنا على كل بيضه ونبدا نعجن، وهكذا 5 بيضات نفس الطريقه كده يا جماعه. وكده يا جماعه تبقى ايه، خدت 5 بيضات بنفس الطريقه العجينه بقت معانا بالشكل ده كده يا جماعه. نبدا بقى نشتغل فيها. لازم الزيت يكون درجه حراره هاديه، لازم الزيت يكون بارد. حتى لو هنعملها على كذا مره الزيت يهدى يبرد خالص وبعدين نشتغل فيه. معانا الكيس بتاعنا اهو بالشكل ده. نبدا بقى نضيف العجينه بتاعتنا بالشكل ده. الزيت بتاعنا اهو. نبدا بقى ايه، ننزل في الزيت واحده واحده، يكون الزيت درجه حراره هاديه. بالشكل ده يا جماعه. ننزل في الزيت واحده واحده كده بالشكل ده يا جماعه. وبالشكل ده يا جماعه كده اهو. بدأت بقى تسخن معانا اهي. لازم تنزل العجينه بتاعتنا والزيت يكون بارد جدا، يكون هادي، ما ينفعش الزيت سخن معانا بالشكل ده كده. لازم نقلبها على طول عشان تاخد اللون الذهبي كلها تبقى لون واحد بالشكل ده كده. لازم نقلب على طول كده يا جماعه عشان تاخد اللون الذهبي معانا بالشكل ده يا جماعه كده.
زي ما حضراتكم شايفين يا جماعه اهو، خد اللون الذهبي معانا اللون ده اهو، بس هو بياخد وقت معانا على ما يتحمر. لازم نقلب فيه تقليب مستمر، تقليب مستمر عشان ايه؟ ما فيش جنب وجنب يستوي. يلا اللون ده نبدا نطلعه بقى في العسل بتاعنا. لازم العسل بتاعنا يكون تقيل بالشكل ده يا جماعه، العسل بتاعنا يكون تقيل. وطبعا لما نيجي نكرر نفس المره لازم الزيت يكون بارد جدا، الزيت يكون بارد، يسيب الزيت يبرد تماما وبعد كده نبدا نشتغل. وبعد ما نخلص نحطه على النار، لان ما ينفعش، لازم يكون الزيت بارد بالشكل ده يا جماعه. نرفعه ونسيب الزيت بقى يبرد تماما عشان نشتغل كده. نسيبه في العسل برده لمده حوالي 5 دقايق في العسل عشان يشرب عسل كويس. نسيبه لمده 5 دقايق في العسل عشان يشرب كويس بالشكل ده يا جماعه. نسيبه طبعا في العسل، لازم العسل يكون بتاعنا تقيل بالشكل ده. طبعا مقادير العسل انتوا عارفينها، ممكن اضيف عليها برده كوبايتين سكر للعسل التقيل، ونص حوالي كوبايه ميه، وليمونه نقسمها نصين، ومعلقه عسل جلوكوز. لو مفيش عسل جلوكوز ممكن نضيف مكان عسل جلوكوز نجيب نص بطاطسايه نقطعها ونحطها معاها تقلب كده. وبعد ما نخلص خالص نشيل البطاطس ونشيل الليمون، هيدينا الشكل ده. انا عامل كده بنفس الطريقه دي يا جماعه، بيدينا الشكل ده والتقل ده. ما فيش عندي عسل، عملت بطاطس، حطيت لها بطاطسايه قطعتها وحطيتها بالشكل ده. نسيبه طبعا نطلعه بعد ما نخلص، نطلعه نصفيه، نسيبه لمده 5 دقايق الاول في الايه؟ في الصينيه. اهو بص يا جماعه نطلعه بالشكل ده اهو. طبعا نصفيه من العسل، نسيبه لمده 5 دقايق في العسل وبعد كده نطلعه بالشكل ده يا جماعه كده اهو. وده الشكل النهائي بتاعنا، وبألف هنا وشفا يا جماعه الشكل بتاعنا.